يا مساء الجمال على احلى متابعين في الدنيا. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. شايفين الكيكه دي مش كيكه عاديه، دي كيكه ال5 دقايق في الخلاط. بصوا كده على البياض من جوه، انا بقسمها قدامكم اهي. بصوا بقى على البياض اللي جوه وعلى الهشاشه الاسفنجيه. انا طبعا عشان طلعتها من الفرن فهي في حته اتهرت مني زي ما انتم شايفين كده. دي انا ابني شافها راح اخدها اكلها على طول. فدي انا بوريها لكم. انا بصراحه ما استعجلتش عليها، انا استعجلت بسرعه واخدتها. قلت اوريها لكم يعني، ما نسيتها يعني لما تبرد. فبصوا على الجمال وعلى البياض. وهقول لكم النهارده على سر بسيط جدا موجود في كل بيت، وهو اللي هيخلي الكيكه معاك عمرها ما تفشل ولا تهبط منك ابدا. نسمي الله ونشوف مقاديرنا الاقتصاديه جدا. قبل ما نبدا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، واحلى لايك يا حبايب قلبي. هنا بقى حطينا 3 بيضات، وكوبايه سكر. وحطيت اللي هو كان عايزه بالبرتقال. طبعا انا الحاجات اللي موجوده في البيت تعمليها. معلش على الصوت. وحطيت كيس فانيليا برتقال. وبصوا بقى دي التكه اللي بقولكوا عليها. معلقه الخل معلقه الخل هي اللي هتخليها هشه وجميله جدا، وهتخلي قوامها هاشش خالص خالص خالص. هنا بقى ايه يعني، انت عايزه تضربيها في الخلاط اضربيها. هنا بقى انا مسكت هنا المضرب السلك، وقلت ايه اضربها معاكم زي ما انتم شايفين كده. يا حبايب قلبي، ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات. بصوا فضلت اضرب فيها لحد ما لونها ابيض ازاي. هنا حطيت كوبايه اللبن، وهضرب برضو ضربه بس كده بسيطه. وبعد كده ايه، هنحط بقيه المقادير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنا هنحط 2.5 كوباية دقيق، وهنحط كوبايه زيت. هنحط كوبايه زيت وهنحط 2.5 كوباية دقيق بس بالتدريج. هنخلهم كويس جدا مع كيس بيكنج باودر ورشه ملح، وهنخلط بالراحه خالص عشان ايه القوام ايه يبقى هش معانا، عشان الهواء اللي في الكيكه يفضل يعني القوام اللي في الكيكه في الهواء ده. يعني احنا عايزه الهواء اللي في الكيكه، مش عايزاها ايه نفضل نضرب فيها كده كتير. لا، الهواء كله هيطلع والكيكه هتكش معاكي وهتطلع مكتومه، فانا مش عايزه كده. اهو زي ما انتم شايفين كده. انا هحط 2.5 كوباية دقيق. طبعا مش عارفه المصفى بتاعتي بالعافيه زهقتني بصراحه، وانا عماله ادخل فيها مش عارفه يعني. انا قعدت ادخل فيها مفيش، رحت جايبه مصفى صغيره ونخلت بيها. يعني دي تاني مره قلت اجربها، يمكن الله اعلم تشتغل يعني معانا. بس لا مفيش. ودلوقتي انا قلت اعمل معاكم كيكه، علشان انا يومين كده ان شاء الله هعمل معاكم احلى واسرع واحلى حاجه في الدنيا، القطايف يعني بطريقه اقتصاديه جدا جدا. واقولك على سر تخزنيها ازاي. ولو عند وهنعمل بدايل جدا للحشوات. يعني انت لو ما عندكيش مكسرات هنعمل بدايل تانية كتير جدا للقطايف، وازاي تخزنيها، وازاي ما تفكش منك في القلي. فان شاء الله استنوا مني الفيديو، انا بجهز له كده عشان في تكات انا هعملها ان شاء الله وهتعجبكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والله كلامكم يعني اللي بشوف في الكومنتات ده بيعجبني وبيفرحني جدا جدا جدا. وربنا يا رب يجعل ايامنا وايامكم فرح وهنا وسعاده علينا وعليكم. اللهم امين يا رب العالمين. وينجح اولادكم وتشوفوهم احسن حاجه في الدنيا. وربنا يبعد عنكم الوحش يا رب، وما يحبكم لحد ابدا، ولا انا ولا انتم. اللهم امين يا رب العالمين. دلوقتي زي ما انتم شايفين انا بص بقلبها كده اهو بالراحه خالص، بس انا عشان بس مسرعه الفيديو اهو. انا بقلبها معاكم اهو علشان تكون ايه سلسه كده، وكون قلبتها كله عشان ميبقاش فيها الدقيق يختفي يعني. وانا هنا مسكت الصينيه حطيت فيها سنه زيت، وحطيت شويه دقيق كده علشان ما تلزقش مني، وعشان ما تهبطش بقى منك. يعني تحطيها على درجه حراره 180، على 180. بس قبل ما تشتغلي خالص تكوني مسخنه الفرن. لازم الفرن يكون سخن، لو الفرن بارد هتهبط منك. فانت تحطيها على درجه حراره 180 في الرف اللي في النص. بعد 20 دقيقه تبداي تطلعيها، تبداي تشوفيها يعني هتشم ريحتها. هتبداي تشوفيها استوت ولا لا، علشان ما تهبطش منك. اهو انا بوريكم هنا اهو بدخلها هنا الفرن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.